لا اله الا الله، لا اله الا الله. امضي اشول، امضي اشول. 60 70 80 90 حلو قوي كده. طلعت علينا الاخت فاطمه اللي هي مسميه قناتها الحاجه فونيا، بسم الله ما شاء الله، حاجه ابداع والله. صدقوني بالله يعني انا ما شفتش امتع من الروايه دي، بكلمكم بامانه، من بعد رجل المستحيل، من ساعه بتاع رجل المستحيل توفاه الله، وما شفتش ملف المستقبل، وما شفتش العميل رقم 13 غير بسم الله ما شاء الله في الفيديو ده. طلعت الاخت فاطمه بكل عين رضيه كده، بسم الله ما شاء الله، يعني يبقى الواحد نايم ساعتين يقوم يلاقي رمي بلد. مين قال لك يا حاجه فاطمه ان انا شفت عقد جواز العرفي بتاع الناطع ده؟ مين اللي اوحالك بكده؟ لا انا هزيدك من الشعر بيتي يا حاجه فاطمه. اللي شفته للشخص القذر دوت، ومش انا لوحدي، ده راح لقناتين ثلاثه كمان، صور وهو بيكتب كاتب الكتاب على اللي كانت معاه، وهو بيمضي وهي بتمضي، والمأذون قاعد قدامهم مرمي. حلوه يا شاطره. وهم الاثنين ماسكين كده عاملين لايك، حاطين دوبك كانوا بيعملوا لايك الاثنين مع بعض بعد ما بصموا على القسيمه. انتوا بتجيبوا منين الكلام ده؟ انت بتخترعها منين؟ يعني اللي مألف لك الروايات دي مألفها ازاي؟ فاحمد ولا كان معاه عقد عرفي ولا شاف عقد عرفي، نفس التبلي ونفس القرف ونفس الطينه من العجينه. زي برضو زمان طلعتوا قلتوا ده انجي اللي بودي اللي بعد له المحضر، وانا قسما بالله ولا كان ليا تواصل معاها ولا مع غيرها، قسما بالله قسما بالله انا لحد النهارده ولا تواصلت معاها ولا حد مع حد من اخواتها، ولا اعرف الدنيا فيها ايه. فانتوا بسم الله ما شاء الله اللي عندكم الاستنتاجات حاجه جميله خالص، جميله جميله بسم الله ما شاء الله. يا حاجه فونيا والنبي لما تجيبي معلوماتك، او يا حاجه فاطمه، لان انا ما بحبش اغلط في حد، بس انت مسميه القناه دي مش عارف ليه، ما علينا، يا ريت تقولي معلومات دقيقه، ماشي؟ دقيقه. انا لما اتاكدت ان العرض ده متجوز اتاكدت من صور كاتب كتابه، لما اتاكدت من شخصيه تاني اتاكدت بصور كانوا في مصيف مع بعض، كان هو وامها وهي، وطبعا ما حدش يقدر يكذبني حتى اللي منكم. يعني مثلا محلاوه كان ماشي وراه وماشي ورا البت دي في يوم من الايام وهو في المصيف، يطلع ينكر. ابو وادها كان بيطلع لها الشقه يخبط عليها هي وامها وما كانتش بتفتح له. ها، فما تطلعيش تالفي قصص وحوارات وانك انت جبت الديب من ديل ونفس الطينه من العجينه. والله والله يعني حتى بحس في منتدياتك انها هي، ما تطلع هي بشخصيتها وتقول الكلام ده عشان اطلع ارد عليها. فانا حاجه فونيا اللي عندي صور، اللي عندي مكالمات، ولا معايا عقد ليه ولا فكرت ولا اتنيلت. ويوم ما نصحت اختك حبيبتك اخذتها الاسم بالاسم كده زيك بالظبط، وطلعت الفت واتبلت عليا، وبص ما سابتش حاجه ما عملتهاش. القديم يشهد والحمد لله. والقديم اللي موجود النهارده، القديم الموجود النهارده امثال استاذه مروه وغيرها وغيرها وغيرها، كان حاضر كل القصص دي. ما تساليهم ما تساليهم، احنا ما نصحناها. اهي شربت الكاس لوحديها ودخلت في صراع باهلها لوحديها. ما هي لو كانت سمعت الكلام ده ما كانش كل ده حصل من الاول، ولا ايه؟ ولا فاسترجعي كده معلوماتك وتاكدي منها، واعرفي انت بتتكلمي بتقولي ايه بالظبط. انا ما عنديش اصلا عقد جواز عرفي لدوت. طب انا واحد لو واحده جابت لي عقد جواز عرفي مكتوب والنبي انا هصدقه منين؟ ما هو فيديو مضروب يعني. حليت انت كده؟ هي يعني هو دوت التصديق عندك؟ لا يا ماما، انا لما صدقت واقتنعت كان صور فرح، كان صور كاتب كتاب، كان صور مصيف، كان في حياه. فما تطلعيش تستنتجي خلوق كده من نفسك. وارجعي كده بالسنين، يعني هاتي الناس القديمه كده وارجعوا كده بالسنين. لو كانوا سمعوا نصيحتي من كام سنه ما كانش حصل كل اللي حصل ده. لكن تقولي ايه؟ الغباء يعني لا وطن ولا دين له. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ نصحنا كتير وربنا كان ليه كلام تاني. بس فما تطلعيش تألفي من عندك والنبي، يعني تقولي معلومات دقيقه يا ما تقوليش حاجه خالص.